لو جيت تبص حواليك يا صاحبي تركز في اصغر حاجه لاكبر حاجه هتكتشف شيء انا بشوفه مبهر جدا الصراحه، وهو ان ركز كده تلاقي ان في كل حاجه في كميات كبيره منها بس جودتها قليله. بمعنى تعال ندخل الفيديو واقولك يلا بينا يلا بينا يلا. لو بصيت هتلاقي ان في محلات اكل كتيره جدا جدا جدا، بس الكويس فيها والنضيف ممكن تعده على صوابع الايد الواحده عادي جدا. وهكذا محلات البن، لو انت شخص بتحب البن زي كده تلاقي ان في محلات بن وقهوة كتير جدا 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 تقدر تشتري من اي واحد، بس هتبقى بتشرب بسلة عادي. لازم تنقي محل معين هو ده اللي جودته بتبقى عالية، والباقي كله بسلة حرفيا. اقول لك على حاجة كبيرة في الكورة، تلاقي ان في لعيبة كورة كتيرة جدا، ومصر فيها لعيبة كورة كتيرة جدا، دوري درجة اولى، دوري ب، دوري ممتاز، دوري مش عارف ايه. اللعيب اللي بجد او الموهبة الحقيقية قليل فشخ. الكواليتي لعيب كورة عالمي قليل جدا. تقدر تقول ان معظم اللعيبة اللي عندنا اصلا في مصر ما عندهمش اساسيات الكورة اصلا. تخيل مثلا ان انت واحد حواليك 10 اشخاص، ماشي، 10 بني ادمين قريبين منك، الدايرة اللي هي الشلة يعني الجانج الرجالة. وقت لما يكون في مشكلة او يكون في حاجة بجد، في 3 4 اسامي بس هيجوا في دماغك، وساعة الجد بقى بجد واحد او اتنين هم اللي هيبقوا معاك في كل حاجة. هم اللي الكواليتي بتاعتهم مختلفة عن باقي الناس، مش عشان باقي الناس وحشة او حاجة، لا، ده عشان كواليتي علاقة الصداقة ما بينك وما بين واحد او اتنين بتبقى عالية والباقي بتبقى اقل. وهنا لينا واقفة على حسبة الناس، لأن هيكون مثلا في 20 نجار في المنطقة عندك، 2 3 منهم كويسين والباقي كله هو شغلانة وخلاص. وفي دكاترة كتير جدا، دكاترة في كل حتة هتلاقي يافطة الدكتور الفلاني أخصائي مش عارف ايه، بس فعلا الشاطر منهم واللي يتقال عليه كلمة طبيب أو دكتور بجد قليل جدا جدا، مع انه ما بيعملش حاجه ان هو بيهتم بشغله. بس دولت دلوقتي في العالم اللي احنا بقينا عايشين فيه قليلين جدا. ده غير ان انت ساعات مثلا في العلاقات اليوميه تبقى رايح الشغل، جامعه، مدرسه، راجع تلاقي ناس تقول والله الراجل ده يا سلام، الراجل ده ذوقه محترم ومتربي جدا جدا جدا، مع ان الراجل ده هو محترم وكده، بس هو مش يعني هو ده اللي المفروض يبقى الطبيعي. ان الكواليتي بتاعت البني ادم ده او جودته او احترامه او كده، ده النورمال او ده الافريج او ده الطبيعي. بس احنا دلوقتي بالنسبه لنا بقى الشخص العادي بقى هو المبهر، أو بقى هو اللي عالي جدا او الكواليتي بتاعته عاليه جدا كبني ادم. وعشان الشخص المحترم ده بيطبق الحاجات اللي المفروض كلنا نطبقها في التعاملات اليوميه ما بيننا، بس عشان معظم الناس بتكسرها او ما بتطبقهاش، فانت بالنسبه لك بقى العادي ده بقى هو الشخص المبهر. في مره كنت قاعد على القهوه مع صحابي، دخلت معاهم خناقه، او دخلت مع واحد فيهم خناقه على جون امام عاشور في العين الاماراتي، اللي هو الجون اللي هو ايه، لطشه بوش رجله كده وقام واقع على الارض. فصاحبي ده بيقنعني ان قد ايه امام عاشور ده لعيب كبير جدا ولعيب جامد قوي وعبقري وبتاع مش عارف ايه، وانا كل اللي عليا ان انا اقول له ان هو اقسم بالله ولا اي حاجه من الحاجات دي، هو واحد لعيب بيعرف يلعب كوره، عنده الاساسيات ولعيب موهوب تمام. يعني ده طبيعي، انت بتلعب، انت بتشتغل في حاجه او شغلك هو قائم على موهبتك، فانت لازم تكون موهوب. بس عشان اللي حواليه كلهم اقل من الطبيعي بكتير، فالطبيعي او ان الواحد يبقى موهوب او عنده لمسه يمين او لمسه كده بقى ده حاجه نادره او عمله نادره في بلدنا. فاهم؟ انا مش بتكلم ان امام عاشور مش لعيب، لا هو لعيب، بس انا عايز اتكلم في فكره ان هو مش ابو تريكه، مش زيدان مثلا، لا هو مش ابو تريكه، هو مش زيدان، هو لعيب بس مش الموهبه. يعني فاهم قصدي؟ تحس ان الناس كلها بقت متعوده ان الكواليتي او الجوده بتاعت كل حاجه في الدنيا بما فيهم البني ادمين قليله. وده مش عيب على فكره من حد خالص، انا بشوف ان الكل بقى اقل من العادي. فلو انت بقيت عادي جدا هتبقى مبهر لكل الناس اللي حواليك. بس لو اتكلمنا بصوره ماديه اكتر عن الشركات والمحلات والبراندات والكلام ده كله والفلوس بقى والقصه دي كلها، وان كميات المنتجات والبراندات والكلام ده كتيره جدا بس بجد الكويس منها قليل، هنلاقي اسباب كتيره جدا جدا. بس تعال نلخصهم كده كلهم على بعض في حاجه او حاجتين. اول حاجه وهي الثقافه الاستهلاكيه اللي العالم كله بقى رايح لها جري، حرفيا العالم كله بيجري كده عشان يلحق استهلاك الناس بس، او عشان يطارد استهلاك الناس. ان العالم كله بقى يطاردنا من الحته دي، بقى ان احنا مستهلكين جدا، فخد اكتر خد اكتر خد اكتر من كل حاجه على فكره، مش من حاجه واحده. بمعنى او مثال بسيط جدا، كل الناس دلوقتي في الدنيا بسبب السوشيال ميديا او بسبب الانستجرام والفيسبوك والتيك توك والكلام ده كله بقوا باصين كده او باصين لفوق شويه على طبقه او طبقتين فوقيهم، فبقى كله عاوز يعلى طبقه او طبقتين. مثلا لو واحده ساكنه في امبابه تسالها انت ساكنه فين تقول لك الزمالك، ولو واحد ساكن في زهراء مدينه نصر في الاخر يقول لك في التجمع. فاهم الفكره؟ كله عايز يطلع طبقه او ينط طبقه او اتنين. وده بالمناسبه انا بشوف ان هو مش عيب، عادي، كل واحد من حقه يعمل اي حاجه هو عايزها. بس المشكله بقى ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيحصل بقى بسبب ان كل واحد عايز يطلع سلمه لفوق. الناس اللي من الطبقه المتوسطه اللي زي وزيك وزي معظم الناس اللي بتتفرج او معظم الناس اللي موجوده اصلا في مصر، تقوم نطه طبقه لفوق، فتروح فين بقى؟
تروح تشتري من محلات مش مناسبة قوي لحالتهم المادية، ولكن تقليد. بمعنى ان انا دلوقتي مش هروح محل مشهور جدا، لا انا هروح محل تقليد للمحل المشهور جدا ده، واجيب لبس شبه المحل الغالي ده بس بسعر ارخص. فكده بقى في محلات كتيرة جدا بتفتح من المحلات اللي هي ايه اللي سعرها مش غالي، فتلاقي محلات كتيرة او ناس كتيرة جدا يقوموا فاتحين محلات او مشاريع بايه ان احنا دلوقتي بنبيع براندات الاستوكات والكلام ده كله. انت فاهم انا بتكلم في إيه؟ فبدل ما يكون في محل كبير جدا هو الكواليتي بتاعته عالية جدا، لا بقى في محلات كتير قوي في النص والكواليتي بتاعتهم كلهم اي كلام، بس هي ما الا تقليد للبراند الكبير او تقليد لطبقه من الناس، وهي طبقه طبعا ايجيبت. وطبعا كل الناس اللي بتشتري اللبس اللي شبه الطبقه دي عشان تحس بس ان هي زيهم او ان هي مش اقل منهم، مع انه في الحقيقه هم مش اقل ولا حاجه، عادي، بس هو احساس رغبه او شعور باحساس ان انا زي الناس دي، زي الناس اللي فوق دي، عادي. يقوم ايه بقى اللي يحصل بما يسمى او انا بسميه ظاهره الدبان. بمعنى ان حاجه تفتح فالناس كلها ايه اللي عايزه تنط الطبقه دي تقوم مجمعه يلا يا رجاله يلا، ونطين على المحل غبين عليه، يخلصوا اللي فيه يخلصوا اللي فيه. واول ما الحاجه تفقد بريقها او تحس ان هي خلاص ما بقتش لامعه زي الاول او بقت قديمه، ومن الناس بقى ايه يقوموا واخدين بعضهم كده ويقوموا رايحين ينطوا على حاجه تانية او يروحوا محل تاني. زي بالظبط محل جزم فتح في فتره وكان مشهور جدا، تقوم الناس ايه بقى ظاهره الدبان، اجمع يلا بينا، والناس كلها رايحه يلا نخلص 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 نخلص، حاجه كلها روشه وكول وبتاع مش عارف ايه، والناس كلها ايه خلصوا خلاص. ونفس القصه في محلات الاكل، محل اكل جديد فتح تلاقي الناس كلها بتغب عليه كده زي الدبان، اول ما المحل يبتدي يقدم شويه او خلاص يشوف ترند جديد تقوم الناس رايحه له. بقت كده عامله زي فاهم، تحس ان هي حرفيا دبان بيتكوم على حاجه، اول ما يخلصها يقوم واخد بعضه وراح لحاجه تانية. وانا مش بقلل من حد على فكره، عادي، انا ممكن اكون من ضمن الدبان ده عادي جدا، بس انا بتكلم في فكره ازاي الشركات او البراندات او المنتجات بيصطادونا ليها. فتلاقي ان ايه ان حرفيا اي حد دلوقتي يقوم جايب له كام سويت شيرت او كام هودي طابعين عليه ديزاينات معينه وايه، ونزل اجمد فيديو هنا واجمد فيديو هناك، ويقعد ينزل فيديوهات ينزل فيديوهات ينزل فيديوهات لحد ما فيديو منهم يجمع في حاجه فيقوم ايه طالع ترند. شكرا خلاص، انا كده هقعد يا باشا استنى كل الناس دي بقى تيجي تاخد من عندي بضاعه وتيجي تاخد من عندي لبس وخلاص، انا مستني الدبان حرفيا. فكل واحد حرفيا دلوقتي بقى يصور نفسه فيديو يصير فيه الجدل يصير فيه الكلمات، فالناس تستفز جدا يقول لك ازاي محل جديد وما رحناهوش، اجمع يلا بينا، وغبين على المكان. فاهم؟ فحرفيا كل واحد يعمل فيديو يصير فيه الجدل ويستنى الدبان يجيله من الاخر كده، او يستنى دوره في لمة الدبان حواليه. وده يفسر لك برضو لو جينا نتكلم على ظاهره من ظواهر الحياه دلوقتي وهي محلات الاكل. تلاقي برضو انت لو جيت تشوف المنتج الترندي ايه دلوقتي وتجيبه تيجي تبص عليه كده هتلاقي حرفيا ان هو ما الا صوص، بس صوص متغرق مخلي لك شكله حلو من بره، بس هو حرفيا انت ممكن تعمله في البيت، ولو عملته في البيت هيبقى احسن وافيد وهيلسي اكتر. فاهم؟ بس هو الصوص ده هو اللي بيجذب الدبان حواليه او بيجذب الناس حواليه من الاخر، والاثاره الجدل بقى والترندات والحاجات اللي بتحصل دي كلها. لكن في حقيقه الامر هو ما الا صوص بس، عشان في حقيقه الامر انت مش بتشتري المنتج، انت بتشتري الاحساس او بتشتري الشعور. وده اهم حاجه الثقافه الاستهلاكيه دي بتلعب عليه، وهو الاحساس والشعور اللي هتحسه بعد ما تلبس الحاجه اللي المفروض تلبسها او تاكل الاكل اللي المفروض تاكلها او تسافر المكان اللي المفروض تسافر له. الشعور بيوصف لك الشعور. بمعنى ان انا لما اقول لك مثلا ان انا معايا لابتوب ابل او ماك بوك، تلقائيا هتصنفني ان انا من الفئه العاليه شويه او المقتدره ماديا شويه. ليه؟ لان منتجات هذه الشركه بتمثل لك ان هي من الناس الاعلى شويه. فاهم؟ ولو قلت لك محل برجر مشهور جدا بس هو مقاطعه دلوقتي، هتيجي في دماغك احساس برضو لما بتاكله بيبقى عندك احساس، مش رغبه في الجوع ولا رغبه في ان انت تتواصل مع الاخرين بمنتجات ابل، لا هو شعور. انت بتشتري عشان انت حاسس ان انت محتاج الحاجه دي، او ان انت بيجيلك شعور لما بتشوف او بتستخدم الحاجه دي، مش عشان انت محتاجها. لا انت مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي اصلا. فكل ما اتباع لك الاحساس كويس وصدقته وصدقت القصه والترند بتاع الموضوع، كل ما عمليه شرائك للمنتج بقت اسهل. واهلا بيك يا مالك، انت خلاص بقيت زبوننا الدائم وهتجيلنا باستمرار عشان تجرب نفس الشعور ده تاني. مع ان في حاجات في سامسونج ممكن تكون احسن من ابل كاستخدام او كعمليه بقى، لا بس ابل فرمطت دماغك ان هو المنتج الخرافي الخزعبلي اللي مفيش زيه. فهي كلها لعبه تسويق. لو سوقت صح ايا يكن ايه المنتج بتاعك هتلاقي زبون عادي جدا، انت وضميرك بقى. حتى لو المنتج بتاعك ده جودته وحشه او جودته مش مفهومه اصلا، بس لو سوقت له صح هتلاقي له زبون. وبدام خلاص بدام عرفت تبيع الاحساس او الشعور، خلاص شكرا، انت لغيت اصلا العقل. المستهلك او الشخص اللي قدامك مش هيفكر بعقله، هيفكر بقلبه بس. وبرضه تبقى زبوني الدائم واهلا بيك يا باشا، وتبقى بالظبط عامل زي المدمن اللي كيفه مخدر ما، فهو خلاص بقى عايز يحس نفس الشعور ده على طول. طبعا مع فرق يعني الامثله، بس كمثال يعني في براند حلويات مصري مشهور جدا 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 انا مش بحبه خالص،
خالص يعني. مش بيعمل حاجه غير ان هو بيظبط اسامي المنيو ويشيل الاسم ده، يجيب لك اسم ما تعرفش تقوله عشان ايه؟ يعمل فرقعه في الماركتنج وبتاع. وده كتسويق حركه جامده جدا ان هو يعمل اسماء تعلق مع الناس، حركه جميله جدا. والاعلان اللي عمله في رمضان اعلان تسويقيا يعني جامد فشخ. بس بمنتهى البساطه هو اللي بيعمله ان هو بيجيب لك حاجه من الشرق على حاجه من الغرب على حاجه من الشمال على الجنوب، يحط كله على بعضه ويغرقهم لك ايه؟ صوصات صوصات صوصات. ويقوم بعد ما يخلص ده كله يقوم ايه؟ حطه في صوصته تاني برضه، يلا تاني عادي. بس انت في يوم لو جربت تدخل على النت كده وتكتب اضرار السكر الابيض، وانا هنا بتكلم عن السكر الابيض مش على الكنافه مش عارف ايه، على البسبوسه، على مش عارف ايه وايه وايه ايه فوقيهم صوص، لا انا بتكلم على السكر الابيض بتاع الشاي العادي. لو كتبت اضرار السكر الابيض على النت هيطلع لك بلاوي 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 من السكر. وان مع مرور الحياه هتبان تاثيره، مش هيبان دلوقتي، هيبان بعد 10 20 سنه لما يجي لك امراض زي السكر وبقى امراضه بقى المصاحبه والسمنه والكلام ده كله. تكتشف انه الحاجه دي بتضرك، الحاجه دي ممكن تكون بتضرك اكتر من المخدرات. وده مش انا اللي قايل، دي ابحاث على النت عادي ممكن تشوفها. بس انت ليه بتشتري منهم؟ عشان احساسك لما بتاكل الحاجه دي بتبقى حلو جدا. عشان الحلويات بتبوظ كيمياء الدماغ اصلا. عشان هم عرفوا يبيعوا لك البراند، او عرفوا يبيعوا لك الفكره او القصه، وانت عجبك ان هو ترند، وعجبك شكل الناس حواليه، وعجبك ان انت مش عارف تخش تقول للراجل الاسم على طول، لا انت بتشاور له على المنيو، عجبك القصه او عجبتك الحاله بتاعت البراند. فتلاقيك خلاص انت منظر الناس والزحمه والكلام ده كله زي ما قلت لك خلوك خلاص تبقى زبون دائم او زبون للمكان، او خلاص بقت مدمن حرفيا. الحاجه التانية اللي حابب اتكلم عليها في فكره ان جوده الحاجات اللي بتشتريها عامه، او المواد الاستهلاكيه، الحاجات اللي هي الاكل واللبس والسفر والكلام ده، بقت قليله جدا وكمياتها كتيره. الحاجه التانية اللي انا بشوفها سبب في كده وهو لعب الشركات على الفوم، او على احساسك من ان في حاجه فايتاك. انت خايف طول الوقت في حاجه فايتاك، في حاجه اكيد فايتاني. الشركات والبراندات والمطاعم وكل حاجه بتلعب على ده. بمعنى انت فايتك نص عمرك. هل جربت المحروقه بالبيض؟ انت ازاي عايش؟ تروح يا ابني تجربها. حاضر شفت المحل اللي عامل عرض لو اشتريت قطع تاخد 3 قطع مجانا؟ هبعت لك صفحته مع التيك توك، ده محل نار، ده لازم تشتري. حاضر جربت البقلاوه على البسبوسه على الكنافه على ام علي على المهلبيه بصوص البيستاشيو كده من فوق، من تحت كيكه كاستر، ومن فوق ريد فيلفت، كل ده عليه صوص شوكولاته؟ جربته؟ انت فايتك نص عمرك، لازم تجربه. حاضر طب جربت مطعم حمرني؟ ده بيعمل احلى فرايد تشيكن. بص هو بيعمل جبنه وجواها فراي حته فراخ كده، جرب، لازم تجربه. حاضر. احساس انك دايما فايتك حاجه، احساس ان في حاجه لازم تجربها، احساس ان انت متاخر عن باقي الناس. عارف لما تغيب عن صحابك فتره او عن قعده القهوه فتره وترجع تلاقي في افيهات بتتقال انت مش مجمعها، او في لغه حوار جديده كده انت ايه لسه ما هرشتهاش. هو نفس الشعور بالظبط اللي الشركات بتحاول تلعب عليه. هو ان انت هتحس ان انت لازم تجرب الحاجات دي عشان تبقى مواكب للعصر ومواكب للناس. واول ما انت تحس الاحساس ده تبدا الشركات والبراندات تغذي الاحساس ده جواك، ان انت لازم تجرب ولازم تشوف. والحقيقه تجارب واعلانات وفيديوهات واغاني وبتاع، كل ده عشان يقول لك اشتري من الاخر. مع ان في حقيقه الامر انت مش فايتك اي حاجه. انت ولا فايتك لبس، ولا فايتك اكل، ولا فايتك ترند جديد، ولا فايتك اي حاجه من الكلام الهكس ده كله. ده كله حاجات استهلاكيه، انت مش هيحصل لك حاجه لو ما استهلكتهاش، عادي جدا، مفيش اي حاجه هتحصل. والحقيقه برضو ان انت مش محتاج تجرب كل الليله دي كلها. التجربه هي لازم تجرب ولازم تعيش الحياه. بص الكلام ده هكس بالنسبه لي الصراحه. لا انا عادي، أنا ممكن ما اجربش، مش لازم اجرب. لو حاجه انا مش مهتم بيها مش لازم اجربها، عادي جدا. انا مش مهتم اجرب براند لبس، خلاص ما اجربوش. انا مرتاح في اللبس اللي انا لابسه، تمام. اهم حاجه بالنسبه لي الراحه. خلاص الشكل بقى البس جزمه ضيقه عشان شكلها حلو، ده انا ما بفهموش اصلا. انت محتاج تجيب لبس كل سنه 3 4 5 مرات؟ يا عم انا لو اللبس اللي عندي مكفيني خلاص، ليه اجيب تاني؟ انا مش محتاج اجيب لبس، انا عايز اجيب لبس. وهنا في فرق ما بين الجملتين. احتياجك لشيء حاجه، وان انت عايز تجيبه حاجه تانية خالص. بمعنى الاكل والشرب والبيت ده احتياج لاي بني ادم، لاي حد في الدنيا. هو محتاج يبقى اكله متامن، شربه متامن، مسكنه متامن، ايا يكن بقى هيسكن في كهف، في بيت، في قصر، في فيلا، ايا يكن. لكن احساس بقى ان انت تجيب بقى لبس، وتجيب تجرب صوص مش عارف ايه، وتجرب الاكله اللي مش عارف ايه، وتجرب مش عارف، ده كله انت عايز، ده مش محتاج. انا عارف ان شكل الهودي عاجبك عادي، وده طبيعي جدا ان انت تجيب حاجه انت نفسك فيها عادي، فاهم؟ مش ازمه، فاهم؟ عادي. الكاب ده مثلا انا جبته مش عشان انا محتاجه، عشان انا نفسي فيه، هي دي الفكره. ده طبيعي. بس اللي مش طبيعي ان انت كل ما تعوز حاجه تجيبها، ده اللي مش طبيعي. ده الاحساس اللي الشركات بتغذيه عندنا كلنا. لازم احسسك بشعور الاحتياج للمنتج بتاعي عشان تروح تشتري. بس في حقيقه الامر انت مش محتاج المنتج ده ولا عايزه، بس هو لازم يغذي
يغذي احساس ان انت عايزه، يغذي الاحساس ده عشان فعلا تروح تتحرك تشتري. فده اللي هم كلهم بيلعبوا عليه، احساس ان نفسك عايزه ده. والحقيقه بقى ان مش كل حاجه نفسك عايزاها لازم تشتريها، حتى لو كانت الحاجه دي حلال عادي. انا ده وجهه نظري، بمعنى ان ربنا لما خلقنا ادانا الدستور بتاعنا كده بتاع الدنيا كلها اللي هو القران الكريم. انا القران بيقول لك دايما في ان النفس اماره بالسوء، وان نفسك عايزه الفجور، ولو هذبتها هتخش الجنه، ما هذبتهاش هتخش النار، وان كل اللي في حوالينا كله شياطين شايفيننا احنا مش شايفينهم. الشياطين دي هدفها ان هي تدخلك النار. تخيل في كائن عايش حياته بس عشان يدخلك النار، بس عشان يوديك للهلاك. فكل بقى القصه دي كلها انت معمول عشان تقول لا، انت معمول عشان تقاوم، عشان تقول الكلام ده كله او المغريات دي كلها انا عايز اخش الجنه فانا هقاوم. فانت ونفسك معمولين عشان تقاومها. طب ما كان ربنا قادر انه يخلقنا من غير النفس الاماره بالسوء وكلنا نخش الجنه، بس هو فين التحدي؟ فين او اللعبه فين؟ او فكره الحساب اصلا يعني مش هتكون موجوده. لكن بوجود الكلام ده كله والمغريات دي كلها والنفس الاماره بالسوء اللي اكتشفت مساوئها في رمضان لما الشياطين اتسلسلت وعرفت ان كل الكلام ده من نفسك، هي دي الفكره، ان انت تقاومها. تعالى نتخيل كده ان انت مش عارف تقاوم نفسك في احتياج او في حاجه انت عايزها، مش عارف تقول لها لا. هل هتعرف تقاوم الحاجات الكبيره بقى لو الحاجات دي اتبلورت جوه دماغك برضو بصوره ان هي بقت بتلمع كده زي اللبس او زي الاكل او زي الحاجات الحلال؟ هتقاومها مره اتنين تلاته، بس بعد كده واحده واحده هتبتدي تتسرسب جوه دماغك وجوه حياتك وجوه روتينك، ومش هتعرف تقاومها لان انت اصلا مش عارف تقاوم او تهذب الحاجات القليله. فهتهذب الحاجات الكبيره ازاي؟ انا مش قصدي ان انت لما تعوز تشتري هودي ما تشتريهوش او كاب او ايا يكن او ساعه او اي حاجه، لا يا عم اشتري زي ما انت عايز ودلع نفسك براحتك. بس انا بتكلم اعرف مين اللي ماسك الكنترول او مين اللي بيتحكم. يعني ما تروحش تشتري منتج انت من جواك عارف ان انت متساق. يعني انت رايح تشتري المنتج ده عشان انت متساق له، مش عشان انت عايزه او محتاجه، لا انت متساق. انا بقول لك يا باشا تساق زي ما انت عايز وخلي الشركات تضحك عليك عادي جدا، بس ابقى عارف في دماغك ان انت دلوقتي متساق. ولو عايز توقف هتوقف، وجرب في مره تقول لا. شوف هتبقى حاسس بايه بينك وبين نفسك. جرب مكان ما او براند ما مش عايز اشتري، شوف هتعمل ايه، او شوف الرياكشن الداخلي بتاعك هيبقى ايه. وخليك عارف يا صاحبي ان انت مش فايتك اي حاجه في الدنيا دي كلها باللي بيحصل فيها بالمجتمع بتاعنا ده كله ما فيهوش حاجه تتفات اصلا. فاهم؟ انت مواكب عادي جدا. وبعد كل ده والمنتجات الكتيره والصوصات الكتيره اللي بتترش لنا والمنتجات الرديئه، هتلاقي المنتجات الكويسه او الحاجات فعلا الكواليتي بتاعتها عاليه، سواء منتجات او لبس او اكل او ايا يكن إيه المنتج او ايه السلعه. هتلاقي ان هو معروف جدا ان البراند ده مثلا ده فعلا الكواليتي بتاعته قليله. هتلاقي الدبان اللي حواليه مش كتير خالص لان هو مش مره وفرقع، لا هو طول الوقت الكواليتي بتاعته كويسه. فتلاقيه طول الوقت حرفيا بقاله كام سنه، لا هو الناس عارفه ان هو براند بيتكلم عن نفسه. فاهم؟ مش زي الحاجات اشباه البراندات اللي عندنا اللي بتفتح كل شويه وتلم دبان حواليها وتختفي وتلم دبان حواليها وتختفي وهكذا. فاهم؟ هتلاقي المنتجات الكويسه فعلا مش بتحاول تعمل كل ده، تلاقيها محافظه على زبائنها عادي جدا. الزباين اللي بتجيلها هي عارفاهم وخلاص. عندها سوشيال ميديا بس مش بتعمل بقى الشقلباظات اللي بتحصل دي خالص. والترند اللي بقى هو مرجعيه ومؤشر حياتنا على الانترنت عامه، بقينا نشوف ايه الترند ونعمله عشان نبقى مواكبين للدنيا وعشان ما تحسش احساس ان انت. نرم بقى فاهم، ونرم والكلام الجميل ده. ولو شلنا الكلمة دي هنحط مكانها إحساس إن أنت غريب عشان ما تحسش إحساس إن أنت مختلف عن الناس. لو شلت بقى الناس هتحط مكانها مختلف عن قبيلة، مختلف عن الدولة، مختلف عن المجتمع، مختلف عن الجروب بتاعنا اللي هو من زمان جدا. هي دي إحساس فطري عند أي بني آدم في الدنيا إن هو مش عايز يبقى منبوذ. هي دي الفكرة كلها. وده شيء طبيعي ومنطقي إن أنت ما تبقاش عايز تحس إن أنت منبوذ. ده شيء طبيعي جدا عادي. منبوذ بقى من المجتمع، من عيلتك، من صحابك، من إخواتك، من أيا يكن إيه هو. فتلاقي إن أنت ساعات من جوه نفسك تحس إن أنت انا ما برتاحش في الخروج، انا ما بحبش انزل كتير، ما بحبش الف عادي. بس هتلاقي ان انت ساعات مضطر ان انت تلف عشان ما تبقاش منبوذ من وسط اصحابك او من وسط دايرتك. وساعات بتحس ان انت فعلا مش عايز تعمل الحاجه دي بس الناس كلها رايحه تعملها، فخلاص يلا يا جدعان نشوف انتوا عايزين ايه ونعمله. هو انا الفلوطه يعني؟ او بالظبط نفس الاحساس ده. وكل ده صاحبي انا بشوفه اتعمل بسبب السوشيال ميديا. هي اللي فتحت كل حاجه على بعض. فتحت احمد اللي ساكن في العياط على ديفيد اللي في نيوجيرسي. بقى احمد عايز يعيش حياه ديفيد، عمرها ما هتحصل. وده مش قله من احمد، انا مش بقل من احمد من العياط، بالعكس يعني فوق دماغي، بس مش راكبه. فاهم؟ فكل الحاجات وكل الشركات وكل البراندات وكل الكلام ده بيفتح عشان يلبوا رغبات الناس رغباتها ما بقتش عارفه تتحكم فيها. وانا بتكلم انا عارف انا بقول ايه، انا بقول رغبات مش احتياجات، لان كل اللي بيحركنا دلوقتي في المجتمع كله رغبات. انت عايز 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 عايز، بس في الحقيقه انت مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي. محلات كتيره تفتح
والناس كل يوم تجرب ترند مختلف وحاجه ومحلات مختلف، فالناس تتعود على الجوده المتوسطه، فالجوده تفضل يتعودوا على المتوسطه تقل مع الوقت، مع الوقت بتقل، مع الوقت بتقل، مع الوقت بتقل، فالناس تتعود على القليل، تتعود على القليل. فلما يظهر منتج او يظهر حاجه عاديه جدا ستاندرد جدا، تبقى الناس بالنسبه لها مبهر، ده مبهر قوي، ده ايه ده؟ فاهم المنطق؟ وبسبب ان كله بيبص لكله، كله بيبص لحياه معينه راسمها في دماغه، ولو ركز هيلاقي ان هو مش عايز الحياه دي، هو واهم نفسه ان هو عايزها، بس في حقيقه الامر لو ركز قوي من جواه اكتشف ان هو اقسم بالله ولا يفرق له كل الكلام ده كله. ولو ركزت في الحاجه اللي انت بجد محتاجها او اللي انت بجد عايزها او حاسس ان هي فعلا بتبسطك، تلاقي نفسك فعلا بقيت انسان مبسوط، من غير بقى ما تبص على ترند الفلاني او الترند العلاني او الحاجه الفلانيه او المطعم العلاني ولا اي حاجه من الحاجات دي. الحاجات دي مش هتشغلك اصلا، لان انت بقيت عارف انت نفسك في ايه ومحتاج ايه وعايز ايه برضه، فاهم؟ واهم حاجه، اهم حاجه ان انت هتكون مش متساق من اي منتج او من اي براند او من اي مطعم، لان اهم حاجه ان انت تبقى واعي ان انت متساق، لان انت كده كده هتتساق وانا هتساق عادي، فاهم؟ الحياه الطبيعيه جدا اللي احنا عايشينها طبيعي، يعني شيء طبيعي جدا، بس الفكره ان انت تكون واعي ان انت دلوقتي متساق لترند معين او ماشي ورا موجه معينه، تبقى عارف ان انت انا عارف ان انا ماشي ورا الموجه دي بمزاجي، ولازم تعرف ان انت في اللحظه دي سايب الكنترول تماما وان انت مش متحكم، فاهم؟ بس هي الحقيقه ايه غير شويه محاوله ومعافره ومقاومه لشهواتك ورغباتك، عشان ايه؟ عشان حاجه اتمن واغلى بكتير، تقاوم اكل معين عشان الصحه تفضل محافظ على صحتك، تقاوم الشيطان والوسوسه اللي بيعملها عشان الجنه، تقاوم شراء اللبس الكتير قوي عشان تحوش فلوسك تعمل عمره مثلا، تحاول تعمل بيهم حاجه مفيده، تقاوم حاجات عشان حاجات اتمن واحسن بكتير. وفي الاخر انا مش عارف الفيديو ده حود مني ليه، بس هي شويه كلام ودينا بنتكلم وبنقعد مع بعضينا قاعده كده خمسه جد نتكلم عن حاجه معينه في ظل العبط والهطل بتاع السوشيال ميديا. اتمنى اشوفك في الفيديو الجاي ده، لو انت قررت ان انت تكمل وقررت ان انت تشترك وتكمل معايا الرحله بقى في النت واليوتيوب، ولسه في حاجات تانية وفيديوهات تانية هنعملها وسلاسل وبتاع، فيعني لو الدنيا عجبتك اتاكد ان انت تكون مشترك. وفي الاخر الحمد لله اللي ربنا خلاني اعرف اصور هذا الفيديو الجميل، وانا زياد، سلام.